السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول لما نبدا الفيديو بتاعنا لازم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا هعمل لكم وصفه. احنا وصفاتنا كلها على قد الايد والناس كلها الوقت ظروفها، يعني ربنا العالم بظروف الناس. دي وصفه سهله وبسيطه و... وهتعجبكم ان شاء الله، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي يعني الوصفه عجبتكم ولا لا. احنا هنعمل كفته اقتصاديه. هقول لكم دلوقتي المقادير بتاعتنا. معانا ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعانا عود شبت على بقدونس، ومعانا بصله متوسطه وجزره وخضار وبتاع جزره وكوسه، ومعانا فلفل، ومعانا نص كوبايه بقسماط، ومعانا التوم. ده التوم اللي انا بقول لحضراتكم عليه. التوم ده انا مفرزاه في الفريزر، مقشراه في صوص وحطاه في برطمان في الفريزر زي ما هو كده، بيفضل بلونه وريحته وكل حاجه اكنك انت فريش لسه عاملاها دلوقتي اهو. ما تستغربيش من الحاجات اللي انا هحطها على الكفته. ما هتديش طعم للكفته ولا هتحسي بطعم الخضار. لو عندك اطفال ما بتحبش الخضار هتحط الكوسه وهتحط الجزر وهتحط الفلفل، وما هيحسوش بطعم الخضار اللي في الكفته خضار خالص. يعني انت هتعمليها وهتجربيها وهتدعي لي ان شاء الله. هي بتحط فيها الخضار. انا دلوقتي هبشر البصلايه، وهبشر الجزرايه، وهبشر الكوسه، وهقطع الفلفل حتت صغيره، والخضار والثوم هدقه و... وهوريه لكم دلوقتي. بعد ما اجهز المقادير دي هوريها لكم. بشرت الكوسه، وبشرت الجزر اهو زي ما انتم شايفين، وقطعت الخضار والفلفل واللحمه بتاعتنا معانا اهي. معانا البهارات بتاعتنا ملح، معلقه ملح، نص معلقه بهارات مشكل، ديت حبهان وورق لورا انا بطحنه على بعضه لربع معلقه، نص معلقه بهارات راوله وورق وحبهان، ومعانا نص معلقه فلفل اسمر. هنحط الكلام ده كله مع بعضه. ومعانا التوم اللي انا قلت لكم عليه، هنحط منه معلقه اهو. التوم اهو بعد ما دقيته هناخد منه معلقه. دي التوم اللي انا كنت موريه لكم عليه اللي هو ايه، متفرز. معانا هنا بقت معلومه عن البقسماط انا ما بشتريش جاهز، انا بعمله عندي في البيت. هقول لكم على الطريقه بتاعه البقسماط بتاعتي ده، احسن من بالشارع جاهز بألف مره، واحسن منه. طريقه البقسماط دي انا هبقى اوري لكم طريقه البقسماط اللي انا عاملاه ده اهو، احسن من بره بكتير واوفر، وبحاجات عندك في البيت يعتبر انت بترميها، يعني مش معتبر اللي هي انت بتشتريها او غاليه عليك، انتوا تعتبري بترميها. هبقى اعمل لكم طريقه البقسماط دي في فيديو تاني. خلينا بس هنا في الوصفه بتاعتنا هنحط البقسماط، النص كوبايه البقسماط اللي انا قلت لكم عليها هنحطها ايه هنا، وهنقلب كل الكلام ده في بعضه. لو عندك كب حطها في الكب. انا واحده ما عنديش كب، مش الحكايه مش هتقف. انا ما عنديش كب بالكهرباء، انا من الحكايه مش هتقف على كده. انا مطحن الخلاط، بتحطي في مطحن الخلاط حبه بحبه وهتفرموهم ايه مع بعض، وهوريها لكم بعد ما افرمها ان شاء الله. الكفته انا خدتها في المطحنه اهي، عشان قلت لكم اللي انا ما عنديش هنا كبه بالكهرباء. يعني ما توقفيش الدنيا كلها عشان مثلا انا قلت لك اعملها في الكبه هتقول انا ما عنديش كبه. مش شرط كبه، انا عملتها اهو في المطحن بتاع الخلاط. انا ما عنديش كب، تاخدي حته بحته صغيره. هي اللحمه جايه مفرومه، احنا بس عشان نخلط كل حاجه مع بعضها، ولا باين فيها اللي احنا حاطين كوسه، ولا باين اللي احنا حاطين جزر، ولا باين اللي احنا حاطين اي خضار. لو طفلك ما بياكلش الخضار هياكله بالطريقه دي. احنا خلصناها اهي زي ما انتم شايفين، وعملت معانا كميه ما شاء الله جميله اهي. تنفع معاكي بقى في عزومات رمضان، عازمه ناس في رمضان. هتعملي مثلا هتجيبي ربع كيلو لحمه وهتعملها في صينيه بطاطس، او هتعملها في صينيه، هقول لكم الوقت انا هعملها في عاوزه تعمليها كور اعمليها. انا هعك بس ايدي كده ابلها بس شويه زيت صغيرين، ابل ايدي شويه زيت صغيرين، وهعملها كور موسطنه كده زي كفته مثلا داود باشا اهي. كور زي ما انتم شايفينها بالحجم ده. عاوزه تعمليها صوابع براحتك، ومش هتفك معاكي ولا اي حاجه. البقسماط هتمسكها وهتبقى جميله، ماهيش هتفك معاك. وهوريها معاكم دلوقتي وانا
وانا طبخاها وهوريلكم ايه اخر. هنعملها كور صغننه خالص اهي زي ما انتم شايفين، كور اهي صغيره. هنعملها كده بنفس الشكل الجميل ده اهو اهي، ونفس الحجم، خلي حجم كلها شكل واحد. هكورها كلها وهاجي لكم بقى توريكم كلها بعد ما اتكورت هنعمل فيها ايه. الكفته خلصتها اهي يا حبايبي وكورتها اهي، ما شاء الله عملت كميه جميله ده اهو، ربع كيلو كفته زي ما قلت لكم. ما شاء الله هتعمل معاكي كميه حلوه، واطفالك والكبار هيحبوها برضه. انت ممكن تعمليها في صينيه بطاطس براحتك. انا بعملها ساعات في صينيه بطاطس، وساعات بعملها ايه، هقول لكم الوقت انا هعملها ايه. احنا هنعملها في طاجن خضار. معانا هنا بسله، ومعانا جزر، ومعانا 3 وحدات كوسه اهي، وبطاطس. انت ممكن ما تحطوش بطاطس براحتك، بس انا بحط بطاطس عشان انا عندي ابني ما بياكلش البسله، فباخد له البطاطس دي عشان ياكلها. الوقت انا هحط معاكم اهي، هنعملها في طاجن. هحط معاكم اهو شويه زيت صغيرين كده على البوتاجاز اهو. وهنروح جايين اول حاجه هنعملها البسله دي، كانت متفرزه في الفريزر هي والجزر، اعملها واحطها في الفريزر. هنروح جايين هنا اهو اهي، من غير ما اسلقها ومن غير اي حاجه زي ما انتم شايفين. هلوحها، احطها مثلا ايه، اشوحها شويه على النار من غير ميه ومن غير اي حاجه. نصيحه مني بقى، معلقه سكر كبيره حطها عليها كده، وهي ايه بتتشوح شويه في قلب ايه، في قلب الزيت. هتسيبها تتشوح شويه كده في قلب الزيت اهي. انا ما حطيتش فيها اي حاجه، هي نقطه زيت ومعايا الجزر والبسله ومعلقه سكر واحد اهي. وهروح مغطيه عليها وهسيبها بقى زي ما هي كده. هتلقاها نزلت الميه بتاعتها وخدت لها ايه يعني ربع بس لمسي كده مع الميه بتاعتها، عشان دي طالعه من الجزر انا بسلقها. هوطي عليها النار وهسيبها بقى كده مع نفسها شويه، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. هنغطي عليها وهنسيبها شويه. الكفته دي هحمرها في الزيت دلوقتي، وهوريها لكم بعد ما هتتحمر هيبقى شكلها ايه، عشان نعمل فيها ايه تاني. انا هنحمر معاكم الكفته اهي. حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها زيت، وهحط الكفته فيها ايه تحمر. احنا مش كده بنسويه، احنا بنحمرها عشان لسه هنحطها في ايه. هقول لكم الوقت هنحطها في ايه. هنحط الطاسه اهي تحمر. هنحط الكفته بتاعتنا اهي، نرصها جنب بعضها اهي. هنحمرها، هنوريكم شكلها بعد ما تطلع وتحمر. هوريكم شكلها هتبقى ايه وهنعمل فيها ايه. شفت انا خلصتها تحمير اهو، والزيت اللي طالع منها انا نقصت منه شويه اهو، مش هحط كله، هاخد شويه صغيرين مكان ما الكفته معموله. وهحط فص توم، شوح فص توم كده، شوح فص توم صغير كده. ودي الصلصه بتاعتي اهي، هفضها ايه عليه عشان اخد طعم الكفته كله اللي في قلب الطاسه اهو زي ما انتم شايفين شكلها اهو. بس كده اهي الصلصه دي اللي هحطها للبسله. شايفين انتوا عارفين اللي انا بشوح البسله اهي. البسله اهي بتتشوح على النار اهي، بدات اهي شربت الميه بتاعتها، ما حطيتلهاش ميه، شربت الميه بتاعتها خالص اهي. وهنا الصلصه مكان الكفته اهي، هتاخد بس الطعم اللي طالع منها اهو. تغلي بس غلوه واحده زي ما انتم شايفين، تغلى من الجناب اهي. البسله بتاعتي هجيبها اهي واروح حطاها، واروح حاطه فوقها ايه الصلصه
بعد ما احط كل حاجه كفته منزلها في قلب الطاسه اهي. وهقلبها فيها زي ما انتوا شايفين. هزودها ميه هزودها شويه ميه، نمدي بكوبايتين ميه وهضيف عليها زي ما قلت لكم انا هعمل طاجن خضار، هضيف عليها البطاطس. هي البسله تعتبر كده استوت نص سويه في الميه اللي نزلتها. هضيف عليها البطاطس اهو، وهضيف عليها الكوس. انا هعملها هعمل طاجن خضار. هقلبها هنحط البهارات بتاعتنا، شويه بهارات مشكله، شويه فلفل اسمر، معلقه ملح، يعني نص معلقه بهارات، نص معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، حاجات صغيره مش معالق كبير، معلقه صغيره هنحطها وهنغطي على الطاجن بتاعنا ده لغايه ما يستوي ونشف مع نفسه كده وتلقاه الشكشك مع نفسه. وبعد كده هنروح هوريكم نحط سمي بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه ما تحط اي حاجه سخنه على النار سمي بالله، خلي ذكر الله معاك على طول، وصلي على النبي. الصلاه على النبي يعني فيها فوائد كتير. هنحط الرز بتاعنا اهو، هنفضل نقلب فيه هنحط معلقتين ملح وهنروح نازلين بالميه السخنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل رز بيبقى له مقدار ميه معين. انا عارفه مقدار الميه بتاعتي، بس هو المتعارف عليه يعني، وكل الناس بتعمله. كوبايه الرز لها كوبايه ميه، بس انا الرز بتاعنا بياخد ميه كتير شويه. هنحط الميه بتاعتنا اهي هنغطي على الرز بتاعنا ونسيبه لما يستوي. هنيجي بقى هنا مع حضراتكم. الطاجن بتاعنا بقى ما شاء الله ما شاء الله بألف صحة يا رب. يا ريت تعملوه وهيعجبكم. طبق الخضار بتاعنا استوى اهو. هنحط بقى هو استوى كامل. الكفتة بتاعتنا هنحطها معاها على الوش كده. ما تخافيش، مش هتفك ومش هتعمل هيجرى لها حاجة. هتاخد غلوتين اتنين بس، تاخد كده مع طعم الخضار، والخضار ياخد من الطعم بتاعها. وهوريلكم الشكل النهائي بتاعنا بقى في الغرف ان شاء الله. هوريلكم شكله هيبقى شكله خلصت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله لو عملتوها هتعجبكم، وطعمها جميل، ولا هي باينه اللي هي محطوط فيها خضار، ولا ما هي باينه اللي فيها احنا اي حاجه. انت بقى كل واحد بيغرف تبع ما هو عاوز يغرف بقى اهو. ما شاء الله، ولا فكت ولا اي حاجه اهو. والخضار بتاعنا ما شاء الله طعمه جميل اهو. يعني يا ريت بقى تجربوا الوصفات بتاعتنا دي، وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. يعني الوصفات عجبتكم؟ الوجبات الحاجات اللي احنا بنعملها دي طعمها حلو مش طعمها حلو اهو. ونوعي
وشوفي وشكلي في اكلاتك والاطعمه والحاجات دي، عيالك هيحبوا ايه المناظر اللي هي بتبقى كويسه. اهي قدامنا اهو، ننضف طبقنا كده ونخلي طبقنا شكله حلو، عشان زي ما احنا بنسمع العين بتاكل قبل البق اهو. وبألف صحة يا رب، ويا ريت وصفاتنا كلها تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. يا ريت وصفاتنا حلوة بالنسبة لكم ولا مش حلوة. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب، وشهر رمضان كريم، تنفع في عزومات، تنفع في وجبة عادية كده في رمضان. رمضان عاوز وجبات كتير وعاوز أفكار كتير، كل يوم فكرة جديدة وكل يوم حاجة جديدة. احنا الطبق بتاعنا اهو ما كلفش مننا حاجة، ما خدش مننا أي حاجة، وما شاء الله يا رب بألف صحة للي هياكل. كل سنة وانتم طيبين.